peur de finir comme ça parce que je ne pouvais plus rester. 17 ابريل 1985 بمدينه الرباط زاد سعد المجرد، مغني وممثل وكاتب كلمات، ملحن ومنتج موسيقى البوب مغربي، ترعرع وسط الفنيه بامتياز. فهو ابن الفنان البشير عبدو والفنانه نزار الكراكي. تشهر بعد ما شارك في برنامج سوبر ستار سنه 2007. جا في المرتبه الثانيه ولقب انذاك بخوليو العرب، ولكن الشهره ديالو بدات فعليا مباشره بعد اغنيه نسي باغيه واحد، ومن بعد اغنيه المعلم التي حطمت جميع الارقام العربيه سنه 2015، حيث حققت ما يزيد عن بليون مشاهده ووصل للعالميه انذاك. اليوم غادي نطرقوا لواحد القضيه كترجع لسنه 2016، حيث سعد المجرد لفت انظار الجميع لكن بطريقه لا يحسد عليها، حيث اتهمته شابه فرنسيه بالاغتصاب بها تحت التعنيف، وذلك بفرنسا باحد الفنادق الضخمه. ليتناقل الاعلام الخبر ويحتل الطوندونس انذاك في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت المره الثانيه في سنتين اتهم فيها الفنان بتهمه الاغتصاب. وهذا الاسبوع رجعت ثاني هذه القضيه للانظار، حيث من 20 فبراير وهو تحت التحقيق في المحكمه بباريس. نرجعوا الفصول لهذه القضيه، حيث بدات يوم 29 اكتوبر 2016، حيث تعتقل سعد المجرد بتهمه الاغتصاب، اتهمته بها واحد الشابه فرنسيه سميتها لورا. حسب الاقوال ديالها كتقول بلي تلاقات مع سعد في واحد الملهى ليلي وعرض عليها تكمل معاه السهره، ومشى هو وياها للوطيل اللي كان جالس فيه. دخلوا للشومبر، بقاو جالسين ضاحكين معانقين، حتى لواحد اللحظه سعد ولا انسان واحد اخر وبقى كيضربها ويعنفها واغتصبها بالقوه. سعد بقى في الحبس لمده 3 شهور في ذاك الوقت، ومن بعد خرج مؤقتا بعد ما التمس المحامي ديالو من المحكمه انه يتابع في حاله صراحه، ورجع سعد لحياته الطبيعيه، ولكن مازال القضاء متابعه بتهمه الاغتصاب والتعنيف. 2020 قرر سعد انه يتزوج بغيثه العلاكي، صديقه الطفوله ديالو واللي كانت واقفه معاه من نهار بدات لقات القضيه وكانت ديما مسانده. ومن 2016 حتى لهذا العام كانت المحاكمه ديالو، حيث سعد اعترف انه في ذاك الفتره كان كيتعاطى المخدرات والكحوليات باش يقدر يخرج من الضغط ديال الخدمه، ولكن نكر انه يكون ضرب ولا اغتصب هاد البنت، وكان كل شيء بالرياضه التام ديالها. بينما لورا في جميع الجلسات قالت نفس الاقوال، وبانها تعرضت للتعنيف والاغتصاب، وهذا الشيء اللي اكدوا عليه حتى الاطباء، حيث لقاو الاثار ديال العنف في الجسد ديالها وحتى في المناطق الحساسه ديالها. ومن خلال عده جلسات وعده ادله قرروا القضاة اللي كان العدد ديالهم 9، الاغلبيه منهم جاوا من جهه لورا وحكموا على سعد ب6 سنوات سجن. هذا الحكم اللي كان قاسي على سعد وعلى العائله ديالو، ولكن هذا الحكم ماشي نهائي ومازال كاين الاستئناف. نتمنى من الله يكون الخير والله يصبر عائلته والله يطلق سراحه، والسلام عليكم.